كيفكن جماعتي؟ واخيرا يا شباب جهز التطبيق تبعي، وعن جد يا شباب بدي فزعتكم بهذا الفيديو وفزعتكم بالتطبيق. التطبيق هذا يا شباب حاعتبره هو لإلكن لانه تصمم على مرائكم على ذوقكم يا شباب. طبعا اول شيء التطبيق فيه كل طرق السحب بحد ادنى نصف دولار بس، كل طرق السحب بكل ما تعنيه الكلمة. يعني بدك تسحب انت باير موجود، بدك تسحب حوالي عادية موجود، بدك تسحب على البنك على فودافون كاش للبنانيين تمام ويش. يعني يا شباب هذا التطبيق فيه ميزات وفي طرق سحب مو متوفرة بأي تطبيق. بدي فزعتكم يا شباب لحتى نوصل هذا التطبيق أقل شيء 10,000 تحميل. طبعا 10,000 تحميل، كل ما زادت التحميلات كل ما بزيد لكم طرق الكسب اللي موجودة بهذا التطبيق. عرفت شلون يا شباب؟ اسم التطبيق علاء وين بلاي، علاء وين بلاي. اكتب اسمه بس بجوجل لحتى يطلع بسجل البحث، واعطيني تقييم 5 نجوم. ما عجبك التطبيق فيك تعدل تقييمك، ما عندك اي مشكلة. بس يا شباب بدي اول شيء يظهر بنتائج البحث لحتى انت ما تعتاز تاخذ الرابط وتعمل 1000 شغلة. عرفت شلون؟ الرابط تبعه اللي حتلاقيه بالوصف، انزل فورا حمل التطبيق وقيمه، وبعدين ارجع كمل الفيديو وتابع للنهاية. مثل ما الناس عم تربح يا شباب، هي قدام عينكم بموقعي القديم دفعت اكثر من 10,000 دولار بهذا التطبيق. مسمح لك يعني حاطين يا شباب انا والشباب ميزانيه لا محدوده، يعني اذا بدنا ندفع 50,000 دولار و100,000 دولار ما حنوقف دفع. عرفت شلون يا شباب؟ بدي اعمل كمان قناتي الثانيه علاء الشامي ربح الحقيقي، بدي خصصها لهذا التطبيق، بالاضافه لقناه تطبيقات ويل بلاي على التليجرام شرح للمبتدئين. تابع معي الفيديو للنهايه، اعطيني لايك للفيديو وخلينا نبلش شرح من الصفر. هلا اول شيء يا شباب رح اشرح الميزات تبع التطبيق، بعدين بشرح لكم طريقه الكسب وكل شيء للمبتدئين. تابع خطوه بخطوه. اول شيء انت بدك تجمع نقاط، يعني اعتمادك الرئيسي بهذا التطبيق انك تجمع نقاط. النقاط محطوطين فوق، شلون بدك تجمعهم هلا بحكي لك. اول شيء عرفنا النقاط فوق، وهذا زر الاتصال بتضغط عليه بتنتقل انت على تليجرام. مجموعه تليجرام يا شباب فيها فيديوهات كتير مهمه انا عملتها للمبتدئين، اسمها تطبيقات وين بلاي. الرساله المثبته حتلاقي رساله مثبته انت بقناه التليجرام، او نفس الفيديوهات اللي حتلاقيهم بوصف هذا الفيديو بالمدونه. كاتب لك انا فيديوهات للمبتدئين خطوه بخطوه، شرح ايسلاند، شرح الناسخ، طريقه تنفيذ اكثر من 30 عرض موجود فيها. تمام؟ اللي ما بيعرف شيء انا بشرح لك، وبدك تتعلم من كم فيديو لحتى تفهم القصه، وخلص انت صرت محترف. يعني صرت بتطلع دخل شهري ودخل يومي محترم على مسؤوليتي. اقل شيء تطلع 3 ل10 دولار. تمام يا شباب؟ يومي او اسبوعي حسب انت ووقت فراغك. بالنسبه للشيء الثاني بده يكون عندك في بي ان ماكن، او اذا بدك تشتغل بدون في بي ان ما عندك اي مشكله. في بي ان انا شرحت في بي ان مستريوم شلون تشحنه، هو مدفوع وفيك تشتغل على في بي انات مجانيه. وطريقه تنفيذ اكثر من 30 عرض لحط لك اياهم بالوصف، اقل شيء بتربح منهم 10-20 دولار. بالنسبة للتواصل مع الدعم تبع هذا التطبيق، إذا واجهت أي مشكلة رح تلاقيه بوصف القناة تبع قناة تطبيقات وين بلاي. طبعا يا شباب في فريق كامل مشتغلين على هذا التطبيق مشان ما وقف دفع أبدا للمشتركين. الخانتين اللي فوق هن مشاهدة فيديوهات، ممنوع أنت تعتمد تجمع كل نقاطك من مشاهدة الفيديوهات، لحتى ما تجمع كل النقاط من مشاهدة الفيديوهات والسبين يرفض سحبك. عرفت شلون يا شباب؟ بدك تشاهد فيديوهات ما عندك أي مشكلة بندفع لك، بس مو كل النقاط من مشاهدة الفيديوهات. عرفت شلون؟ لأنه مشاهدة الفيديوهات عملناها نحن تكميل نقاط. الشغل الأساسي يا شباب بهذا التطبيق هو خانة الأوفر. خانة الأوفر هي عبارة عن شو؟ عبارة عن مجموعة تطبيقات وألعاب بيدفعوا لنا نحن لحتى نجيب لهم مستخدمين يحملوا تطبيقاتهم والعابهم ومنصاتهم. هون يا شباب اذا فتنا على خانة الاوفر بتلاقي في هون شركات عروض. هاي شركات العروض شو؟ هي شركات في بقلبها تطبيقات والعاب، انت بتنفذ المهمات اللي بقلب هدول الشركات، وبالتالي بينضف لك نقاط بالموقع او بالتطبيق اللي نحن عم نشتغل عليه. عرفت شلون يا شباب؟ الدول العربية في دول موجود فيها عروض، في دول مو موجود. انت بدولة محظورة بدك تشغل في بي ان. عرفت شلون يا شباب؟ شغله كتير مهمه، التطبيقات والالعاب اللي انت بدك تنزلهم لازم ما يكونوا نازلين على موبايلك. بالتالي بدنا نستخدم نحن برامج مساعده اللي هي ايسلاند او الناسخ. هدول بيعملوا لك جهاز بقلب جهازك. طبعا رح اشرح كل شيء بالتفصيل، وانا شرحت هيك خانات بالتفصيل. حنروح شغله تانية هلا بشرح لكم كل شيء بشكل عملي اللي ما فهم علي هي النقطه. شغله تانية يا شباب، شروط التطبيق اول ما تفتح بيفتح معك هاي الواجهه.
اول شيء دفع يا شباب كل 24 ساعه بالليل رح ندفع، تمام يا شباب. الشيء الثاني مسموح انت 3 حسابات بالاسبوع اذا بدك تشتغل على نفس العرض. يعني يا شباب اغلبكم مثلا بيعرف ينفذ عرض كوكوين وعرض تيك توك، هدول اسهل عرضين. هدول العرضين مثلا ممنوع انت تنفذهم اكثر من 3 مرات اسبوعيا اذا على شركه واحده، على كذا شركه ما عندك اي مشكله. يعني الخلاصه يا شباب كل شركه انت بتنفذ اذا بدك تكرر عروض عليها بتنفذهم 3 مرات بالاسبوع. هي كل شركه بدك تشتغل على كل الشركات ما عندك اي مشكله، كل يوم نفذ عروض جديده كمان ما عندك اي مشكله، بيندفع لك بدون اي مشاكل. شغله كتير مهمه مثل ما حكيت ببدايه الفيديو، ممنوع انت تجمع نقاطك كلها بمشاهده الفيديوهات، لانه لا انت حتستفيد ولا نحن حنستفيد. عرفت شلون؟ يعني انك تجمع مثلا 1000 نقطة ولا 600 نقطة من مشاهدة الفيديوهات هذا شغلة صعبة. لا اعمل فرمة لايسلاند ونفذ عروض جديدة، او اعمل فرمة للمحاكي ونزل العاب جديدة وتطبيقات جديدة، هذا الشيء اربح لك. لا تقول الشغلة صعبة، تمام يا شباب؟ اتعلم لحتى تصير مثل ما العالم عم تربح انت تربح. عرفت شلون يا شباب؟ هلا حننتقل للنقطة الثانية يا شباب اللي هي بالنسبة لسحب الارباح. بعد ما انت جمعت نقاط، طبعا انا بشرح لكم العروض وشرحت كثير عروض رح تلاقوهم بالوصف. بالنسبة لسحب الارباح بخانة الريديم، بس عندنا الخانة اللي بعدها يا شباب خانة سند بالانس. هي يا شباب خانة ارسال الاموال من او النقاط من حساب لحساب. هاي الخانة شو بتستفيد منها؟ مثلا انت جمعت نقاط مثلا 500 نقطة او 1000 نقطة، تمام، وبدك تسحب. طبعا حد السحب بالنسبة للباير بدي اكد على شغلة هو نصف دولار، بس في ناس مثلا ما بدها تسحب باير، بدها تسحب مثلا فودافون كاش، او بدها تسحب مثلا حساب مستريوم، او بدها تسحب على البنك، او بدها تسحب حوالي عادية. هون نحن ما بنحسن نبعث لك مثلا على البنك نصف دولار. فهون شو بدك تساوي؟ انت بتجمع باكثر من حساب تبعتهم كلياتهم على حساب واحد. مثلا يا شباب حوالي عاديه هي بالنسبه لسوريا، باقي الدول بدك تسال الادمن، تمام. كل الدول موجوده، بس يعني بسوريا 5 دولار بنحسن نبعث لكم، تمام. مثلا حوالي لسوريا انت هون اقل شيء نحن بنحسن نبعث لك حوالي 5 دولار، تمام. 5 دولار انت بتجمعهم بحساب واحد انك تلاقيها هي صعب. فيك تجمعهم مثلا من 5 حسابات، من 3 حسابات، من 10 حسابات، ما عندك اي مشكله. لو تشترك انت والعيله كلياتها كل واحد يجمع له نص دولار، دولار، دولارين، بعدين بتحولوهم كلياتهم لحساب واحد من خلال الميزه تبع السند بالانس، تمام يا شباب. يعني الميزه تبع السند بتمكننا انه نحن نشحن لك شغلات كبيره. انت بشو بتعمل بهذا التطبيق كذا، مثلا عندك كذا جوال بالبيت، ما عندك اي مشكله، اجمع بكل جوال 500 نقطه، 1000 نقطه، وحولهم كلياتهم لحساب واحد. بتفوت على مثلا جمعت هلا هون انا مثلا 800 نقطه، تمام، بدي ابعت لرفيقي 500 نقطه مشان يعني نشارك كذا واحد ونسحب حوالي، تمام. عرفت شلون؟ او مثلا نسحب رصيد مثلا شدات بوبجي نشحن السيزون. عرفت شلون؟ بتروح انت على السند بالانس وبتكتب هون الايميل تبع الحساب الاساسي. عندك حساب اساسي والبقايا فرعيات، بدك تحول النقاط من كذا حساب لحساب واحد، فهي الخانه تبع السند بالانس. بس اذا بتحط 50 نقطه ما بيتحولوا، اقل شيء 500 نقطه. مثل ما شايفين حطيت انا ايميل الاساسي، تمام، الايميل اللي بدي ابعت عليه نقاط، بعدين بعطي على سند. بهي الطريقه انخصموا النقاط من هذا الحساب، راحوا لحساب ثاني اللي انا عم بجمع فيه نقاط. هي يعني حبيت اشرحها بالتفصيل لانه بتفيد كتير ناس، تمام. هي خلصنا منها. يعني بتشترك انت وعائلتك مثلا، انت وكذا شخص مشان تسحبوا شغله كبيره من التطبيق. هي خلصنا منها، هي السند بالانس. الخانه اللي بعدها اللي هي خانه سحب الارباح، رح اشرحها كمان بالتفصيل يا شباب، اللي هي خانه ريديم. بالنسبة لخانة البي تي سي لسه ما يعني ما اشتغلنا عليها، بدنا نشتغل عليها. حنزل فيها فيديوهات او مشاهدة اعلانات قنوات يوتيوب. اللي مثلا بده يعلن شيء فيك انت تحكي الادمن بيحط لك اياها بخانة البي تي سي اللي هي مشاهدة الاعلانات، تمام يا شباب. لسه هلا ما فيه. خانة الريديم اللي هي خانة السحب، هيك عليها مثل موبايل وطالع منه دولار، تمام. هي الخانه اللي بتسحب منها انت الارباح بعد ما جمعت نقاط، بهي الخانه بتسحب الارباح. بالنسبه للباير اللي ما عنده محفظة باير، تارك لك بالوصف شلون بتساوي. بتحط بعد ما انت تجمع 600 نقطة، حد السحب هو 600 نقطة بما يعادل نصف دولار، تمام. اما ارسال النقاط من حساب لحساب 500 نقطة. بتحط على الباير، بعدين بتضغط عليها، بتضغط على الدويرة، بعدين بتحط رابط محفظتك الباير. اللي ما عنده باير ترك لك انا بالوصف شلون بتساوي. بتحط بعدين معرفك الباير اللي بدايته بي، وبتسحب الارباح على محفظتك. وبالنسبه يا شباب للناس اللي بدها تشحن شدات بوبجي، بتحط انت الاي دي تبع لعبتك. مثلا بدك تشحن شدات بوبجي، بتحط الاي دي تبع
اللعبة تبعك بعد ما يصير انت عندك مثلا 1200 نقطة بنحسن نشحن لك. بدك تشحن اكتر فيك تحول النقاط من حساب لحساب، اذا مثلا بدك تشحن 325 شدة او بدك تشحن السيزون. بالنسبة لويش يا شباب، هي الخانة، خانة ويش هي للبنانيين، تمام؟ هذا بنك اسمه بنك ويش، هذا بلبنان. بالنسبة لبطاقات جوجل بلاي، عندنا بطاقات جوجل بلاي تركية اللي هي 25 ليرة تركي، وعندك امريكية. عرفت شلون؟ طبعا امريكيه ما بتشتغل عند الكل، تركيا بتشتغل للناس اللي عايشين بتركيا. فيك انت هون شو بدك تحط؟ بتحط اما ايميلك او معرفك على تليجرام، تمام؟ الايميل تبعك، ايميل الجيميل بتحطه، بنبعت لك الكود لعندك بتدخلها بجوجل بلاي، او فيك تحط اسمك على تليجرام، معرفك على تليجرام. بالنسبه لفري فاير، جواهر فري فاير، كمان بتحط الاي دي تبع لعبتك. بالنسبه لمستريوم اما بتعطينا الايميل تبعك، ايميلك يعني ايميلك جيميل لحتى نبعت لك اياها، او معرفك على تليجرام. عرفت شلون يا شباب؟ يعني يا اما بنلاقي ايميل نحن، يا اما بنلاقي معرف. ولا بقول لك وين كمان مكان لحتى نبعت اذا بدنا نتواصل معك نحن. عرفت شلون يا شباب؟ تابع معي الفيديو للنهايه بس. بالنسبه للباي بال بتحط الايميل تبعك. هي اهلا شات كمان اللي بده يشحن كمان بيحط اما ايميله او يبعث لنا الاي دي تبع الاهلا. بالنسبه للفودافون كاش في $1 ب1000 نقطه، تمام؟ $1 ب1000 نقطة، بتحط رقمك الفودافون كاش وبنبعت لك. بالنسبة لحوالة البنك التركي كمان بتحط إما معرفك على تليجرام أو بتبعت لنا على الإيميل، تمام يا شباب؟ بتبعت لنا إيميلك مثلا حتى نتواصل معك. بالنسبة لMTN وسيرتيل بتحط الرقم تبعك. بالنسبة لحوالة سوريا بتحط المعرف تبعك على تليجرام، إذا عندك تليجرام. ما عندك تليجرام حط لنا رقمك الواتساب. عرفت شلون يا شباب؟ يعني إما بده يكون عندك تليجرام عشان نحسن نتواصل معك، عرفت شلون؟ ناخذ بياناتك، اسمك، هيك شغلات. عرفت شلون؟ يعني مشان نأمن انه الحوالة توصلك 100%. هي وفي كمان طرق تانية لحتى تتواصل مع الدعم. هلا رح اشرح لكم كل شيء بالتفصيل. هلا يا شباب هي خلصنا منها. الشغله الثانيه عندنا 3 نقط هدول شفتوهم، هدول 3 نقط كتير مهمين يا شباب، حاضغط عليهم اشرح لكم كل شيء بالتفصيل. هون 3 نقط عندك، هون السبورت، اذا انت بدك تتواصل مع الدعم في كذا طريقه صار تتواصل مع الدعم، بتضغط عليها بينقلك على الايميل، بتبعت لنا رساله على ايميل، على الايميل يعني تكتب رسالة شو المشكلة اللي واجهتك، صورة، لقطة شاشة، لحتى نحن نشوف شو مشكلتك. وهون عندك الهيستوري، سجل النقاط انت منين جمعتهم. هاي الخانة يا شباب ركزوا لي عليها اللي هي withdraw history. هون اذا نحن بدنا نبعث لك شيء، مثلا حصل اي مشكلة او لازمنا شيء منك، بتسحب انت، اما بنرفض لك السحب او بنقبله. اذا رفضنا لك السحب مثلا بنكتب لك ليش نحن رفضنا لك السحب، تمام؟ او ليش مثلا احسننا نبعث لك، شو المشكلة. بتلاقينا مثلا هذا الرفض السحب لانه جامع مثلا كل النقاط من الفيديوهات، بنعطيه رفض وبنكتب له اجمع فقط 25% من خلال مشاهده الفيديوهات، الباقي من العروض. عرفت شلون؟ او هي الخانه يا شباب اذا انت سحبت وتاخر السحب او واجهت اي مشكله بتفوت لهي الخانه، بنكتب لك نحن مثلا ليش ما بعثنا لك، بجوز بدنا المعرف تبعك على تليجرام، او بنكتب لك مثلا رقمنا على الواتساب لحتى انت تراسلنا. هاي الخانه كتير مهمه. هلا يا شباب اعطونا لايك للفيديو وحنبلش شغل شلون انت بدك تربح. هلا اول شيء يا شباب انت بدك تحمل التطبيق. بدك تحمل التطبيق هذا، اما بده يكون عندك ايسلند او بده يكون عندك الناسخ او الناسخ الصيني، تمام؟ لانه التطبيقات اللي بدك تنزلها والالعاب لازم يكونوا مو نازلين على موبايلك ابدا. وحتى انت اذا بدك تنفذهم بدك ترجع تفرمت ايسلاند او تفرمت المحاكي يعني جهازك الثاني لحتى انت ترجع تنفذ التطبيقات مره ثانيه. عرفت شلون؟ بده يكون عندك احد هدول النواسخ هدول كلهم انا عملت لهم فيديوهات رح تلاقيهم بالوصف او بالمدونه او بقناه التليجرام. مثلا ايسلاند بيقسم لك جهازك لجهازين، قسم للعمل وقسم شخصي، تمام يا شباب؟ مثل ما شايفين هذا قسم العمل. متجرك لازم يكون امريكي، المتجر تبع جوجل بلاي، انا شرحت شلون تحويل متجر جوجل بلاي الامريكي، وبده يكون نازل. اما بتشتغل مثلا بدون في بي ان اذا انت بدولتك في عروض، او بدك تنزل مثلا في بي ان مجاني او مدفوع. افضل في بي ان هو ميستريوم، تمام يا شباب؟ في بي ان ميستريوم نزلته على موبايلك، شحنته، انا شرحت كذا فيديو شلون انت تشحن ميستريوم وكل شيء وشلون تشتري ميستريوم. اذا بدك بتكتب بالبحث التطبيق تبعنا لازم يكون نازل عندك اما بجهاز العمل او بالناسخ او بايسلاند. عرفت شلون؟ بتكتب بالبحث على وين بلاي، تمام؟ ما طلع عندك شو بتساوي؟ بتسكر الصفحة وبترجع بتفتحها. هون يا شباب نحن بدنا ننزل التطبيق تبعنا بجهاز العمل،
تمام. هلا حاعطي هون الميزه الجديده، يعني بتكتب على وين بلاي بتعطي على الميزه الجديده بيطلع معك التطبيق هون، او شرحت انا شلون بتنزله من خلال الرابط، بعدين بتنقله لجهاز العمل. وقت شرحت ايسلاند، اللي شاف فيديو ايسلاند بيعرف شلون ينقل التطبيقات على جهاز العمل. مثل ما شايفين يا شباب، بس الاسهل انك تكتب اسمه بالبحث وتنزله. هلا مثل ما شايفين يا شباب هون التطبيق تبعي نزل وين؟ نزل بجهاز العمل اللي هو بايسلاند. اول ما تفتح هون عندك نيو اكونت تمام. بتعطي نيو اكونت، بتعمل حساب جديد، بتحط اسم المستخدم، بعدين الايميل، تمام، بعدين بتحط الباسورد. ما زبط معك تسجيل دخول بتغير، بتعدل شوي بالاسم المستخدم او الايميل، بيكون هذا الحساب يعني حدا اخده قبلك. عرفت شلون يا شباب؟ بس عدل الاسم، اذا انت حاطط اسم قصير طوله شوي. عرفت شلون؟ يعني يفضل انك هيك تعملوا اسم طويل مثل ما كاتبه انا، ولا تحط فيه ارقام، بجوز اذا حطيت فيه ارقام ما يشتغل، ما يسجل معك. هلا مثل ما شايفين يا شباب فتحت معنا واجهه التطبيق بعد ما سجلنا دخول فيه. بتعطي على كلمه اوفر. طبعا الشغل الاساسي مثل ما حكينا على الاوفر وول اللي هو تنفيذ العروض، تنزيل تطبيقات والالعاب. هلا يا شباب عندنا شركات كثيره، هدول الشركات شو بقلبوا تطبيقات والعاب، بيطلبوا منك مهمات انت بتنفذهم، بالتالي بيعطوك اموال، يعني ما في شيء نصب. اذا عندك انت عروض بدون في بي ان فيك تشتغل عليهم، ما عندك عروض لقيتهم صعبين فيك تشغل اي في بي ان، ما عندك اي مشكله. تمام. انا شغلت مثلا في بي ان على المانيا على سبيل المثال، ما راح انفذ عروض قدامكم. مثلا شركه اجيكات ميديا، على المانيا بيطلع فيها عروض كثيره مثل عرض التيك توك مثلا. تمام يا شباب. ما حسب معك بترجع بتعمل حساب جديد وبتغير الفي بي ان او السيرفر. انا الشركات كلياتهم جربتهم يا شباب فعالين 100%. مثل ما شايفين حضغط مثلا على عرض التيك توك، هذا عرض تيك توك، يعني مين ما بيعرف تيك توك بتنفذه انت على جهاز العمل. تمام. لانه لازم ما يكون نازل على موبايلك ابدا. عرفت شلون؟ مثل ما شايفين نزلنا عرض تيك توك مثلا، خلصته انت سجلت في حساب، فتحته لمده 5 دقائق، بترجع بتلاقي حسب لك باجي كات ميديا. طبعا انا هلا ما حاخده قدامكم مشان ما نخلي الفيديو طويل. تمام. طبعا طول ما هو ظاهر هون معناتها لسه ما اخذته، اذا لقيته اختفى معناتها انحسب معك بالشركه وبالتطبيق. وعندك عرض ماتش ماستر يا شباب، ومثل ما شايفين هلا واحد بيقول لي مثلا نفذت عرض تيك توك ما حسب معي، انا متاكد انه بيحسب. تمام. شو بتساوي؟ بتعمل حساب جديد وبتفرمت ايسلاند وبتغير اما الفي بي ان او بتغير المحاكي، هي مشكلتك. تمام. او السيرفر، عفوا السيرفر. تمام. تغير السيرفر او الفي بي ان. مثلا اخذت انت عرض التيك توك اول مره على خانه @جيكات ميديا، بترجع تاخده على اوفر تورو فورا ما بصير، بدك اما تفرمت ايسلاند او تفرمت المحاكي او حسب انت على شو عم تشتغل، وبترجع مثلا تاخذ عرض التيك توك مره ثانيه. طبعا مو بس عرض التيك توك، عندك كثير خانات وعندك كثير العاب وعندك كثير تطبيقات، بس انت افهم العرض شو طالب منك. وبالنسبه للناس المبتدئين اللي بحياتها ما اشتغلت على تنفيذ العروض، انا حاحط لك بالرسالة المثبتة بقناة تليجرام الخاصة بتطبيقنا رسالة مثبتة شرح الايسلاند وشرح الناسخ وطريقة تنفيذ اكثر من 30 عرض. 30 عرض يا شباب انا شرحتهم بيحسبوا 100%. تمام. مثل ما شايفين طريقة تنفيذ 30 عرض بيحسبوا 100%. هدول الفيديوهات حتلاقيهم بالوصف. طبعا هذا يا شباب كان فيديو تمهيدي، ان شاء الله فيديوهات تانية حتكون بشكل عملي. رابط التطبيق اللي حتلاقيه بالوصف او اكتب اسمه بالبحث. اعطونا تقييمات يا شباب، وبتمنى انه تعملوا مشاركة للتطبيق وللفيديو.